وهادو هما لي بغوشيط ديالنا من بعد ما طابو، كيجيو طايبين مزيان ومحمرين كانهم طايبين على الفحم. السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناه ام سامي اللي هي قناتكم، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي بغوشيط ديال الدجاج مشوي في الفرن بتتبيله جد سهله وتعطيكم نتيجه روعه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا 500 غرام ديال صدر الدجاج مقطع مكعبات متوسطه بهذا الشكل هذا، وحبه ديال البصل مشلضه رقيقه، والقليل من المعدنوس القزبور والمعدنوس. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا نص معلقه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر او البابريكا، نص معلقه صغيره ديال الكمون، راس معلقه ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الهريسه او الحار حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال القزبور يابس مطحون، معلقه كبيره ديال لاموطارد، والقليل من الثوم بودره او تعوضوه بجوج ضروس ديال الثومه محكوكين، الخل ديال الحامض، صوص صوجا او صلصه الصويا معلقه كبيره، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. الان غادي نمروا للطريقه ديال التحضير. خديت صدر الدجاج ديالي وغادي نقطع شويه ديال القزبر والمعدنوس وكنضيفوا لصدر الدجاج. كنضيف له واحد البصله مشلضه رقيقه، ومن بعد كنزيد جميع التوابل اللي سبق ليا وذكرت، اللي هي الملح والزنجبيل والفلفل الاحمر بابريكا والكمون والفلفل الاسود والهريسه، ثم كنضيف الزعتر واحد المعلقه صغيره تكون عامره، ومعلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، والقليل من الثوم بودره، ومعلقه كبيره من صوص صوجا او صلصه الصويا، والقليل من خل الحامض او الخل العادي اللي متوفر عندكم، ومعلقه ديال لاموطارد، وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. وغادي نخلط جميع المكونات، نخلطهم مزيان حتى كيتلبس لينا داك الدجاج بداك التوابل. بعد ما شرملته كنغطيه بلاستيك غذائي ونخليه في الثلاجه من ساعتين حتى ل4 ساعات، والا خليته هبات يكون احسن، كل ما تشرب كل ما كيجي لذيذ. ومن بعد غادي نرجعوا ونوريكم باقي المراحل. الان اخواتي غادي نمروا للمرحله ديال الترتيب. قطعت القليل من الفلافل الالوان، قطعتها مكعبات على هذا الشكل، غادي ندخلهم مع الشواء ديالي كيعطيوه البنه وكذلك الوان جميله، وفي نفس الوقت يزكي الشواء ديالنا، يعني تكفي الاسره الا كانت كبيره. عندي الفلفل الاحمر نص حبه، ونص حبه ديال الفلفل الاصفر، ونصف حبه ديال الفلفل الاخضر كذلك نص حبه. تقدروا تعوضوهم بالبصل والطماطم، الاختيار كيبقى ليكم، واعواد خشبيه. كنبدا ندخل مكعبات الدجاج، مره ندخل قطعه ديال الفلفل الاخضر، ثم قطعه من الدجاج، ثم الفلفل الاحمر، ثم مكعبات الدجاج، ثم الفلفل الاصفر، ثم الدجاج حتى كنملؤوه كامل. ممكن نديروا البصل كيعطيه واحد الطعم رائع، والشحم كذلك تقدروا تضيفوه كيزيدوا اللذه. مره نديروا الفلفل ومره نديروا الدجاج بهذا الشكل هذا، وكنواصلوا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
استمريت حتى كملتهم كاملين، ونحاولوا نبعدوهم باش كيطيبوا لينا مزيان بشكل جيد. ومن بعد غادي ندخلوهم للفرن على 180 درجه، نشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت. من بعد ما يوجدوا غادي نولي معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهادو هما اللي بغوشيط ديالنا من بعد ما طابوا، كيجيو طايبين مزيان ومحمرين كانهم طايبين على الفحم، صحيين وساهلين بطريقه جد بسيطه. قدمتهم مع بطاطس مقليه او الفخيط، ومع صلصه المايونيز والكيتشوب. تقدروا ترافقوهم مع سلطه او الارز ومع صلصه مختلفه، كيبقى لكم الاختيار. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوه. وإلا عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وبارطاجيو مع الاصدقاء وفي المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده على الجميع. وشجعوني بلي لايك وبالتعليقات. وشكرا على المتابعه. دمتم في رعايه الله، الى حلقه قادمه ان شاء الله.